السلام عليكم. ايه رأيكم في القمر اللي انتوا شايفينه ده؟ النهارده بقى هعمل لكم طاقية السلطان بإمكانيات كلها على قد ايدينا وبطريقة سهلة قوي. ما هو ما ينفعش يبقى فيه ترند قالب الدنيا واحنا ما نعملوش، وخصوصا بقى في المعجنات والمخبوزات. يلا بينا. اول حاجة هجيب 3 كوبايات من دقيق جميع الاستخدامات او دقيق المخبوزات اي نوع من الانواع دي، وهنخلهم. وبعد كده هحط عليهم نص معلقة من الملح واقلب كويس الملح مع الدقيق قبل ما احط بقى معلقة الخميرة و3 معالق سكر. بعد كده بقى هاخد بيضتين، هحط البيضة كاملة الأولانية البياض بالصفار، والبيضة التانية هاخد بس البياض أحطه على الخليط ده وأشيل الصفار في طبق كده على جنب وأغطيه، وهقول لكم هنعمل بيه إيه بعد كده. الطريقة الأصلية يا جماعة 4 بيضات، بس أنا يعني حسيت إن هما هيبقوا كتير قوي، وكمان عشان عايزينها تبقى على قد إيدينا فحطيت 2 كفاية، واللي عايز يحط 4 براحته. هنا بقى حطيت كوباية حليب على مية، يعني نص حليب ونص مية، دفيتهم بسيط قوي وحطيت تلتينهم. ولاني عايزه ان العجينه تبقى سايله شويه كده فحطيت الكوبايه كلها دلوقتي، وهقول لكم ليه. خلاص بقت سايله، شايفين العجينه سايله قوي ازاي؟ هاخد نصها واحط عليها شويه دقيق، الدقيق ده حوالي معلقتين مثلا كبار ولا حاجه، واقعد اعجن بقى لحد ما تديني القوام ده، تبقى طريه لكن ما بتلزقش. بعد كده بقى هجيب حوالي 3 معالق من الزبده، سيحتهم في الميكرويف عشان الدنيا برد بس، ورحت حاطه نصهم على العجينه، وهقعد اعجن بقى مش اقل من دقيقتين 3 تاني. يعني كل مده العجن هتبقى حوالي 5 6 دقايق، 3 دقايق قبل ما احط الزبده و3 دقايق تقريبا بعد ما حطيتها. وهاخد بقى نص العجينه التاني واحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو، يا ريت يا جماعه الكاكاو ده يكون نوع كويس. انا النهارده بصراحه استخدمت نوع مصري جميل كده اسمه دريم. دريم ده بقى الكاكاو بتاعه بيبقى غامق وخام معلهوش سكر وطعمه حلو. لحد ما وصلت بقى للقوام ده، بعد كده بقى هحط الزبدة، وبرده الزبدة لو طعمها حلو ونوعها جيد هتطلع المخبوزات بقى حاجة تانية خالص. وهقعد اعجن بقى مش اقل برده من 3 دقايق لحد ما الكاكاو يختفي تماما. العجينه بعد كده هتحس ان هي بقت زي البيضه بالظبط، قوامها مظبوط جدا. هسيبهم بقى يخمروا حوالي مثلا ساعه الا ربع ساعه بالكتير قوي، مش عايزاهم اكتر من كده يخمروا علشان احنا هنخمرهم للمره التانية. ودي بعد ما عدت ساعة، احنا طبعا في الشتاء، لو في الصيف هتاخد أقل من كده. هبدأ بقى أفرد، بس هفرد اللي بالكاكاو الأول علشان بعد ما أفردها للسمك اللي أنا عايزاه هشيلها على جنب وبعدين هفرد البيضة. عايزة أقول لكم إن هي يعني حاجة كده ما بين البريوش والمخبوزات والتوست، يعني اللي بيقول إن هي طاقية السلطان دي توست، لا هي مش توست قوي ومش بريوش قوي، يعني عجينة كده في النص يعني، بس حلوة على فكرة. خلاص خلصت اللي بالكاكاو، هفرد بقى البيضة. والسمك اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي سمك مناسب جدا للحجم اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. بعد كده بقى حبيت يعني أدلعها شوية، يعني مش معقولة هتبقى سادة كده، فحطيت شوية شوكولات شيبس كانوا عندي. على فكرة انتوا ممكن ما تحطوش أصلا أي حاجة، أو ممكن تحطوا مربى، مفيش مشكلة. بعد كده بقى حطيت اللي بالكاكاو على البيضة وسويت كده يعني عشان يبقوا الاتنين قد بعض، بس شلت الطروف دي مش هرميها طبعا، هقول لكم هنعمل بيها ايه. وبعدين بقى بأي حاجة عندكم تقطعوها، سكينة بقى أو قطعت البيتزا شرايح بالمنظر ده، وهتبدأوا بقى تلفوها كده، وهتمسكوا بقى الشرايح دي تلفوها على بعض، بس بعد ما تلفوا كل واحدة تحاولوا كده تثبتوها من الطرف لأنها بترجع تاني تفك. شايفين؟ أنا كده خلصتها تقريبا. هلفها بقى كلها على بعضها كده، واجيب بقى صينية حجمها مناسب. أنا جبت الصينية دي وبصراحة لقيتها كبيرة قوي، رحت نقلها في الصينية اللي أصغر منها علشان تبقى مقفولة على بعضها، يعني تبقى دايرة مقفولة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى جبت الطرفين اللي أنا قطعتهم من العجينة وعجنتهم تاني وفردتهم وحطيت فيهم برضو شوكليت شيبس. عملت المنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان بصراحة استحرمت ارمي الطروف دي، وعملتهم كده وحطيتهم في وسط العجينة. وهسيب بقى العجينة دي تخمر مش أقل من نص ساعة. وبعد كده جبت صفار البيضة اللي احنا شلناه على جنب، حطيت عليه حوالي معلقتين حليب وربع معلقة من الفانيليا وقلبت كويس جدا. طلعت بقى العجينة خمرت اهي وبقت زي الفل. هدهنها بقى كويس قوي بالخليط اللي احنا عملناه ده. وفي الوقت ده طبعا لازم يكون الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 190 أو 200، علشان هي مش مخبوزات هنحطها يعني على درجة حرارة عالية، ولا كيك هنحطها على 180. فأنا هنا خلينا في النص يعني 190 أو 200 حلو قوي. هتقعد حوالي تلت ساعة. وأول ما تخرج بقى هسيبها بس تبرد شوية صغيرة، يعني وهي دافية كده هقلبها. شايفين بقى تحفة. وهنا بقى المفروض ان احنا بنحط على وشها سكر بودر، بس انا بصراحة مش هحط سكر بودر، انا هحط عسل نحل. شايفين طريقة قد ايه؟ عسل النحل بقى هيديها قيمة غذائية عالية، وهيسكرها شوية، وكمان هيخليها لونها حلو قوي بتلمع كده. بصراحة هي حلوة يعني، بس مش واو زي ما كنت متخيلة. هي حاجة كده ما بين البريوش وبين الكيك، بس تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، تنفع في اللانش بوكس للولاد. والله ممكن كمان يعني تتقدم للضيوف، برضه شكلها حلو. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وكمان ما تنسوش تشيروها بقى لكل حبايبكم، وما تنسوش كمان اللايك يا جماعة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. والأهم من كل ده ان انتوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.